أهلا 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 بأحبابي الصغار، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم مع قصة جديدة. قصة اليوم ستكون تحت عنوان مقالب القرد زوزو المضحكة. فلنبدأ. كان يا مكان في غابة بعيدة مليئة بالأشجار العالية والأنهار الصافية. كان هناك قرد اسمه زوزو. كان زوزو مرحا جدا، يحب اللعب والمزاح مع جميع أنواع الحيوانات في الغابة، لكنه كان أيضا مشاكسا ولا يستطيع التوقف عن صنع المقالب. في يوم من الأيام قرر زوزو أن يصنع مقلبا في الفيل طمطم، وهو أكبر وألطف الحيوانات في الغابة. فكر زوزو في خطة ذكية، حيث قام بجمع بعض ثمار الموز الناضجة ووضعها على طريق طمطم. كان الموز طريا وزلقا، وما إن مر الفيل حتى انزلقت قدمه الضخمة وسقط على الأرض، مما جعل الطيور تقفز من مكانها والفراشات تطير في كل اتجاه. ضحك زوزو حتى كاد يسقط من فوق الشجرة، لكن طمطم لم يكن غاضبا، بل ضحك هو أيضا وقال: لقد كانت زلقة جدا يا زوزو، لكن سأعلمك درسا في المقالب اللطيفة. في يوم التالي بينما كان زوزو يتسلق شجرة عالية، تفاجأ بأن أحد الأغصان كان مدهونا بالعسل. حاول التمسك به لكن التصق به تماما. حاول الإفلات لكنه لم يستطع. عندما ظهر الفيل طمطم مع باقي الحيوانات وهم يضحكون قائلين: هذا رد بسيط على مقلبك يا زوزو. ضحك زوزو وقال: حسنا حسنا، تعلمت الدرس، ولكن اعلموا أنني لن أتوقف عن المزاح، سأجعله أكثر ذكاء. ومن ذلك اليوم أصبح زوزو يصنع المقالب، لكن بطريقة تجعل الجميع يضحكون دون أن يتعرض أحد للأذى. النهاية: تصبحون على خير أصدقائي. أتمنى أن تكون القصة قد أعجبتكم، وأتمنى منكم الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.